يا غيواهة الصراخ في البكاء، يا الزورهة البكاء الذي يسيطر عليه الأنين المستمر، يا الجين نكر البكاء الصامت مع الأنفاس المتقاطعة. هذه المرحلة تأتي بعد التعرض للقهر وتساعد على الغفوة، لكنها ثقيلة على الروح. يا السيلف البكاء بالأنين أحيانا وبكتم الصوت أحيانا أخرى. يا السيماطو البكاء الصامت الذي يعقبه نزول دموع متقطعة ساخنة. هذه المراحل مرتبة حسب ترتيب العمر من الولادة إلى البلوغ، فكلما اقترب الإنسان من سن البلوغ كلما اقترب إلى المرحلة الأخيرة من البكاء واكتفائه بأصمته، لأنه تعبير عن الألم وكتم الصوت مع عدم القدرة على التحكم في غزارة الدموع، وهي مرحلة مناسبة لسن الرشد، وهي فرصة للإنسان نفسه أن يمارس إنسانيته. فالإنسان يخرج إلى الدنيا يغي واحد ويخرج منها يصمت أو يصمت عليه، وهي رحلة البداية والنهاية.